السلام عليكم. كلنا عارفين إن العلاقات بتأثر بشكل كبير على حياتنا، سواء كانت إيجابية أو سلبية. بس هل فكرت يوم إن في علاقات ممكن تكون سبب في تدمير طموحاتك وقتل أحلامك؟ في الفيديو ده هنتكلم عن العلاقات السامة، إزاي نعرفها وليه لازم نتخلص منها لو عايزين نحقق نجاح حقيقي في حياتنا. خلينا نبدأ بتعريف العلاقات السامة. هي العلاقات اللي بترهقنا نفسيا وعقليا وتخليك دايما تحس بالضعف وتفقد الثقة بنفسك. ممكن تكون مع صديق، زميل في الشغل، أو حتى شريك حياة. الشخص السام دايما بيحاول يقلل من قيمتك أو يخليك تحس إنك مش قادر توصل لأي حاجة، وده بيسبب ضغط نفسي كبير عليك. إزاي نعرف إن العلاقة دي سامة؟ في علامات واضحة زي إن الشخص التاني بيحاول يتحكم في قراراتك، مش بيدعمك، بيسخر من أهدافك وطموحاتك، أو بيحسسك بالذنب لو حاولت تهتم بنفسك بأحلامك. وأحيانا ممكن يحاول يسحب طاقتك ويسرق منك الوقت والاهتمام بدل ما يدعمك ويشجعك عشان تنجح. إيه تأثير العلاقات السامة على الطموح؟ الشخص السام ممكن يكون زي تقل كبير على كتفك، يخليك دايما متردد أو خايف من إنك تاخد أي خطوات جديدة. وكل ما تحاول تتقدم تلاقيه بيحاول يسحبك لورا، يحسسك إنك مش قد التحدي أو إنك مش هتوصل لأي حاجة. ده بيسبب لك إحباط كبير، بيخليك تفقد الثقة في نفسك وفي قدراتك. طب إزاي نتخلص من العلاقات السامة؟ إيه الحل؟ أول حاجة لازم يكون عندك وعي بالعلاقة دي وتأثيرها عليك. بعد كده لازم تبدأ تحط حدود واضحة وتتعلم تقول لأ لما تشعر إن الشخص ده بيؤذيك أو بيمنعك من التقدم. أحيانا لو حسيت إن الموضوع خرج عن السيطرة لازم تكون شجاع وتخرج من العلاقة دي. مستقبلك وطموحك يستحق إنك تختار الناس اللي يدعموك مش اللي يهدموك. في النهاية حياتك وطموحاتك مهمة، والعلاقات اللي بتدخلها لازم تكون إضافة إيجابية مش عائق. النجاح بيتطلب منك إنك تحيط نفسك بالناس اللي بيؤمنوا بيك وبيشجعوك. إذا حسيت إنك في علاقة بتقتل طموحك لازم تاخد قرار يحمي أحلامك، لأن في النهاية السعادة الحقيقية والنجاح الحقيقي بيبدأوا من قرارك بإنك تكون في بيئة صحية. وفي نهاية الفيديو لو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشارك الفيديو مع الناس اللي تحس إنهم محتاجين يسمعوا الكلام ده، واشترك في القناة عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. شكرا لمتابعتكم.